شدة الذل والهوان الذي وصلنا إليه أصبحوا يروا أخطاءنا تحت المجهر ويضعوها حتى يكبروها، وأخطاءهم وأجرامهم حجم الجبال لا يحق لنا أن ننظر إليها أو حتى أن نذكرها ولو كانت مثل جبل أحد وربما أكبر، علما أن القصاص حق في كل دول العالم وفي كل الشرائع. وهذا الفيديو طبعا قديم. صحيفة بيلد الألمانية اليوم وضعت صورة لوزير العدل السوري، صورته، وكتبت عليها: هل سيظهر حكام سوريا الجديدين وجههم الحقيقي؟ وزير العدل يقوم بقتل امرأة. هذا الفعل تم فعلا قصاص بحق امرأة كانت تعمل في البغاء وتشغل أيضا معها بنات في البغاء. ما كان يرضى هذا على بيته وعلى أهله وعلى عرضه، فهذا ديوث هنيئا له الدنيا. وليس أكثر من 50,000 امرأة من أمهاتنا الطهارة تقتل في فلسطين في غزة وتشرد، بل ويقومون بدعم من يقتلهم بالسلاح، ومثلهن الكثير في سوريا حصل. لم نرى لهم أي صوت ولم ينطقوا ببنت شفة ولم حتى ينكروا هذا. هل سمعتم بنسوية تحدثت عن نساء غزة؟ هل سمعتم بنسوية تحدثت عن مع المغتصبات التي خرجنا من السجون في صيدنايا؟ دخلت البنت عذراء خرجت معها أولاد. هل سمعتم بمنظمة نسوية ذهبت وعملت مقابلة مع إحداهن وسألتهن ماذا تعرضن، ما هي مطالبكن، ما هي الحقوق التي تريدن بها؟ لا على الإطلاق نهائيا. إنما نحن خطأنا تحت المجهر وكل العيون والأغلام عليه، أما أخطاءهم فهي مغفورة سبحان الله. هذا كله نتيجة الذل والهوان الذي نحن فيه. أهنا أنفسنا فأهاننا الله. من هو ماكرون ومن هي بريطانيا ومن هي ألمانيا حتى تفرض علينا كيف تكون حياتنا وكيف نحكم وكيف نعيش؟ يكفينا ذل وهوان إلى هذه الدرجة.